نرحب بالشيف رأفت البرغدار رئيس فريق بغداد للتدريب والتأهيل. أهلا وسهلا شيف، نورتنا اليوم بالقناة. نشكر وجودك ويانا. بالعكس لكم شكر، أشكركم. شيف رأفت نورت اليوم. الله يعزك. قناة عوافي ولمة حبايب. الله يعزك. واللمة بيك تحلى أكيد الله يعني. يسلمك، أنت الأحسن. شيف، بالبداية حابين نسألك عن بدايتك بدخول عالم الطهي. هل كانت هواية أم كانت مهنة؟ والله بالبداية نشكركم على الاستضافة ونشكر القائمين على البرنامج. فرصة حلوة. كل هواية بالبداية يعني يصير لها طموح وتكبر المسألة إلى أن واحد مثلا يشوف نفسه وين راح يكون، والعطاء دائما موجود. اي والله. فالطبخ يعني كان هواية، وكانت يعني هواية بسيطة، ومن طلعنا للمطابخ شفنا المكان يكون دائما أعمق، فمهما الإنسان وصل خاصة بعالم الطبخ راح يلقى نفسه بنفس النقطة، لأنه عالم مفتوح. نعم أكيد. نعم. شيف، أنت من الشيفات اللي درسوا فنون الطهي خارج العراق. نعم. شنو ضافت لك هذه التجربة يعني في مجال عملك؟ والله خلي كلش بصراحة، أنا طلعت دورة غربية، فهناك يعني احنا طبيعتنا من نروح عراقيين خاصة نشوف نفسنا احنا انه ماخذين المهنة كفول، بس بصراحة من رحنا وشفنا مثلا المطاعم والآلية العمل بها. نعم. يعني قلت لنفسي اوقف، هذا مو عالمنا، عالم جديد علينا. فبالمعلومات اللي عندي اللي انا كنت مصار بها حسيت نفسي انه مثلا صراحه يعني واحد يحكي الستيوارد عنده خبره اكثر هناك. نعم. لانه المطبخ الاوروبي مطبخ كلش له سيستم بالعمل، يعني نقدر نقول من الصفر انت بديت هنا. بالضبط، لازم تبدين من الصفر على مود تصفرين معلوماتك وتبدين معلومات جديده، وبعدين تبدين انت يعني العفو الشيف يبدي يحدد انه شلون يبدي ينطلق او شلون مثلا يبدي ياسس عمله. هذا اللي يصير. شيف رأفت يعني شيف رأفت تميز عن باقي الشيفيه اللي بالعراق، وهاي حقيقه انا شخصيا اعرفك. لا معقول. لا اكو فد تميز وفد كيمياء. من هو شيف رأفت؟ شوف شيف رأفت شيف يعني خليني اقول لك بدل مهنه بواهس، بس الهوس كان هو حبك للاكل. تفهمني شلون؟ ان انت تقدم شيء صح. فانت من تدخل بهيك مجال انت راح تعرف كل زين، تحدد نفسك وتحدد الناس المقابلك اللي راح تلتقيهم. شوف بس انت اخذتها كدراسه. اكيد طبعا انا درست على حسابي. نعم. والدراسه كانت مو قلت لك يعني. نعم. راح نرجع لنقطه الاساس. كيفيه انه انت تكون شيف. الدورات اللي ندخل بها بالخارج العراق ما يدخلوك راسا على الطبخ. تبدي اساسياتها تبدي بالسيفتي. نعم. السلامه قصدك. بالضبط. دورة السلامه. دورة السلامه السيفتي، شلون تهيئ نفسك، شلون الكادر مالتك، شلون يعني كامل تاخذين هذا المجال. بعدين تنتقلين للمانجمنت اللي هي الاداره. الاداره بها تفاصيل، بها الخزن وبها علم المواد. حلو. تتدرج عندك. اخر شيء يلا يدخلوك على الطبخ، لانه اذا انت عرفتي هاي المسارات او المسارات العفو راح تعرفين شلون تهيئين الطبق مالتك بصوره صحيحه. زين شيف، عندي في السؤال مهم انا دائما يدور ببالي. هل هناك اكو يعني بالخارج اكو دورات للاكل الشرقي مثل ما احنا ندرس الاكل الغربي؟ لا هناك الاكل الشرقي مو هوايه يعني صراحه. هناك الاقبال على الاكل الشرقي ام الاكل الغربي؟ شوفي والعراقي تحديدا يعني هناك شنو؟ لا ما راح اقول شغله واحده. كل مطابخ لها امتدادات. صحيح. المطبخ العراقي له امتداداته. بس نعرف احنا المطبخ العراقي مطبخ تراثي يعني قديم. هو قديم. هي. لا ما حد يناقش فيه، بس له امتدادات. ليش؟ اي دوله تتعرض الى حقبه استعمار سابقه، يعني احنا عندنا الاستعمار العثماني والبريطاني، تتغير الثقافات فيتطور. نعم. احنا مشكلتنا بالعراق المطبخ مالتنا اساسي، ولكن حقبه التطوير ما مؤرخه. صحيح. يعني مثلا بالوقت العثماني من اجوا استلموا لازم عندنا طباخين كانوا نمبر 1 بس ما نعرفهم. يعني شيف هذا السؤال يولدك انه تقصد على التوثيق؟ مهم جدا التوثيق. ليش؟ لانه انت بالنسبه لك راح تقول لي مثلا خلينا نقول المطبخ العثماني من اجى
هم المطبخ العثماني امتدادات للمطبخ المغول يعني. شيف، شاهدنا حضرتك تقوم دورات للتأهيل والتدريب فريق بغداد. هل شفت اكو اقبال من قبل المطاعم، من قبل الشيفات بهذا المجال؟ والله هي مو دورات، هي خلينا نقول ورش عمل. نعم. الورش العمل اساسها افتعل انه تكون مشاركه التجارب بين الشيفات. نعم. ثقافه للشيف قبل تكون ثقافه للمطعم، لانه احنا بالبدايه كفريق بغداد نركز على شيء، هو انه الشيف شلون يقدر يطور من نفسه بالاحتكاك وبنشر الاراء. نعم. والخير ذلك يعني نفس الفريق من تاسس. نعم. كل التوفيق ان شاء الله. الله يسلمك. فريق بغداد تاسس يعني كلش بسيط فتره كورونا اللي هي كان بيها حظر. حلو. كنت انا بمكان يعني اعمل بمكان يعني بوقت كلش كافي، استغليت هذا الوقت بصراحه يعني انا ما اخجل، الشغل مو عيب. اكيد. كنت حارس بجامع الحسينيه، فكان بي مطبخ، فشلون استغل فتره قعده المطاعم؟ استغليت انه انا اطور ما فوصلنا، فكان يجيني من وين؟ كان يجيني شيف مصطفى العزاوي، نوجه له تحيه ولو اعضاء الفريق، وحسين شيف حسين البرزنشي هم يعني، فكان اتصال وياه. فشفنا الاراء متقاربه، اذا احنا نقدر نطلع بشيء. نعم. فاسسنا فريق اللي بالبدايه اللي اسمه الفور شيف. نعم. بعدين صار الثري شيف، وبعدين صار فريق بغداد. فريق بغداد من صار تيمنا بالمشروع الاخر اللي زمناه اللي هو تدريب اولاد هشام الذهبي. نعم. لانه شارع بغداد. نعم. فخلينا انطلاقه تكون من هناك. نعم. فبدت، فالحمد لله والشكر بدينا ناسس الاول عمل بالورش، ونشكر الشيف فراس الطائي وفراس القيسي. اكيد نوجه له لانه الرجل واحد ما ينسى فضله صراحه، فريق بغداد يعني ما ينسى فضل اي ناس دعموه حتى من الشيفات. شيف فراس شيف داعم للشباب، دعم وطلعنا الكل. بالضبط رجل وصرف من جيبه حتى واحد يعني يكون دقيق. صحيح. اي فالرجل وقف يعني وقفه حلوه، وانطلق فريق بغداد واكثر الشيفات حضروا. نعم. جزاهم الله خير. كانت المعلومات هي انه شلون استفاد من انا اقعد كمجموعه شيف. نعم. شلون نبدل الاراء. بعدين احنا نريد ننقل اللي درسناه. نعم. واللي عرفناه من الخبره ننقله على مود، هو مو لانه مثلا واحد يجي يبرز عضلات على جماعه، لا بس اكيد انت صاحب خبره بالضبط. يا ترى 1 2 3 4 نعم. هذا المحور مالته. انه انت تريد تطلع الطبق اوكي، بس ادرس مكوناته، اعرف اساسياته. مثل ما قبل شوي صار نقاش على هذا السؤال اللي كنت به هسه كنت توجهه للطلبه اللي كنت تدرسهم؟ احنا ما نقول طلبه، احنا بدنا نقول احنا تسمي؟ شيفات اصدقائنا، احنا زملائنا الشيفات. احنا اليوم نريد نرتقي بالمطبخ العراقي، نرتقي به، شلون نرتقي به؟ اذا انا ما اوقف مع الشيف احمد ومع حضرتك ترى اكو فلان شيف، ترى اكو فلان معلومات، انت تريد تاخذها اخذها، ما تريد تاخذها اوكي. انا المهم اعطيتك يعني فد معلومه قد جاهز تفيدك بشغلك، تحسن يعني ادائك. استقبلوا المعلومه؟ والله الحمد لله والشكر. وطبقوها؟ وبدليل نريد نعرف النجاح وين وصل. انت ما تقدر بالورش العمل ما تقدر تقيس النجاح مالته، ما تقيس النجاح مالته بالعمل مو بالحضور. الحضور يجون وكانت تزيد الاعداد فضل من الله. الى ان وقفنا لانه نريد نقدم، كنا مشغولين بفتره التدريب اولاد هشام الذهبي، وبنفس الوقت نريد نحضر فد مواضيع كلش مهمه. ليش؟ ورشه العمل تكون مبنيه على دراسه، انه انت تشوف مجموعه الشيفات تدار مدارك، والحمد لله والشكر اليوم السوشيال ميديا تخليك تشوف اي شيف شلون يعمل، فتاخذ نقاط تلخصها من عمله. راح تشوف مثلا كل 20 مشتركين بموضوع. بس شوف انا اللي شفته يعني انا تابعت منظومه العمل مالتك. نعم. انت خرجت انسان كامل، شخص هيئته للعمل وخليته يواجه الحياه بصوره صحيحه. تمام، من ناحيه المصلحه، يعني اعطيته سلاح يقدر يحارب به الحياه. انا يزيدني فخر اذا هو تخرج، بس الفضل له مو الي. شلون يعني؟ شوف، كل انسان اخذ المعلومه هو فاد نفسه وطور شغله. انا مجرد بس انت كنت سبب اوكي، بس هو سبب النفس انه هو نجح. تفهمني شلون؟ بس وسائل النجاح كلها اعطيتها اكيد انت. لا، مو انت الانسان نفسيته اذا تدعمه صح. اكو فد مفهوم، احنا اكو فد مفهوم بالعراق
انه دائما مثلا ليش ما ياخذ مثلا المقابله من كلامه، او مثلا نشوفه ثقيله عليه، لانه يحس انه اكو فضل عليه او هو سوى او هذا. لا، احنا كفريق بغداد ندعم الشخص، نبنيه هو يبني نفسه. وصلت الفكره شلون؟ انه هو بنى نفسه. بس انت اعطيت جيل جديد، اعطيناه جيل جديد، سلمت صح، جيل جديد للشباب. صحيح. بس نرجع بالنقطه الاساس، انت اليوم تريد تصير قائد، اكفد نقطه مهمه. شلون تصير قائد؟ تصير قائد لازم تزرع القياده، او هو الرجل اللي جوا ايدك يقود نفسه داخله بالضبط. اذا انت بالنسبه لك زرعته وسويته وهيئته، خلاص انت نجحت. انت هنا ما مطلوب من عندك انه واحد يكون ممنون لك او يشكرك، لانه انت تعرف نفسك انه هو صار صح. فهذا يعني رسالتك كل وصلت. التوفيق ان شاء الله. شيف احمد، شنو رايك نسال عن المطبخ التركماني؟ والله واني هذا السؤال كلش مهيئ له، بس هي سبقتني. الله يسلمك. بالنسبه اريد اسال عن المطبخ التركماني من انتقاله لنا، وشن هي الاطباق المميزه اللي؟ شوف، المطبخ التركماني مطبخ، يعني هو مطبخ من المطابخ العراقيه، امتداد للمطبخ العراقي. ولكن احنا ليش نقول مثلا هسه من تروح الكركوك تلقي الاكل والنكهه كل طعم؟ ليش؟ كل مجتمع يعني من تكون بيه فسيفساء، هو مجتمع هوايه، بيه الاكراد وبيه التركمان وبيه الارمن وبيه المسيح. هذا المطبخ انت من تعرف هالمنطقه هيك، انت تعرف كل زين انه هذا المطبخ ماشي بالاندماج. صحيح. فهذا المطبخ الاندماجي. احنا نريد نشرح للمشاهد شنو المطبخ الاندماجي، لان عندنا اطباق اليوم هون نشرح عليها. شوف، المطبخ الاندماجي مو مطبخ شيء صعب بكل دوله، بدا باسيا. انت من تاخذ يعني من تاخذ مثلا خلينا نقول المطبخ الاسيوي، عندك الفلبيني، عندك الصيني، فتسوي فد ميكس. بس لازم من تسوي الميكس لازم تعرف انت موادك الجاي بدك تهيئها وبدك تقدمها للطبخ، شلون راح تقدمها للناس. بمعنى انت لا تتعامل، انا مثلا اشوف شيف احمد اليوم موجود وحضرتش، نعم، دا يجون دا يستضيفون، ما اشوفك كشغل، انا اركز على معدتك، لانه هو الاساس بالموضوع هي المعده. تذوق. شلون انا راح ادمج، وشلون راح اوصلها، وشلون راح تتلقاها حضرتك، وشلون راح تحس بطعمها. اول شيء راح يبدي من الاثر الموجود بوجهك، مثل ما حضرتك ذقت الصور. تمام. كنت فرحان. شيف ساره اليوم اطباق هواي قدامنا، لازم نتذوق. هذا حيولد عندنا اسئله. طبعا بالمناسبه اني اليوم دا اشوف عندي عده اطباق، طبعا المشاهد اريد يعرف انه هذا شيء مميز وشيء خاص وشيء رأفت. اريد شرح على اطباق اليوم وليش اليوم طلعنا هاي الاطباق. شوف، احنا دائما بالاطباق يعني خاصه نشتغل عليها. انا اشتغل على الاطباق، اركز انه هي بعد الطبخ مو من طبخه، يعني انطيها يومين ثلاثه يلا ذوقها. واليوم قبل ما نطب للحلقه صار تحدي انا وياك أي. بخصوص الطعم. أي. انت قلت اليوم رح اخليك تتذوق انت وشيف ساره اكثر من طعم بطبق واحد. أكيد. فانا ظليت اسال يعني وين تي توصل؟ الكبده معروفه عاديا وكل الناس تطبخها، بس اكو ناس تعاني من الزفره مالتها. قصدك يعني من ناحيه الزفره؟ من ناحيه الزفره، بس هنا انا شو مسوي؟ انا مسوي لك صلصه الكبده ومسوي لك الكبده نفسيتها. الكبده هسه تقدر هاي الكبده هسه نفسيتها، الصوص مالتها تقدر تاكله ويا لحم، تقدر تاكله ويا شاورما، تقدر تاكله ويا قوزي الدجاج. هاي الاطباق اللي قدامي لحم ودجاج؟ نعم. هذا اللحم احنا بكركوك يعني عندنا الروست، اللفات الروست. لفات الراس مشهوره كلش بكركوك. والدجاج اكو نوعين، وعندك لفات الدجاج وعندك الشاورما. الشاورما دي كان انزلها دائما ويا صلصه الخيار. يعني ان شاء الله قريبا عندنا مطعم راح مختص بالاكلات التركمانيه. هاي احد مشاريعك القادمه ان شاء الله؟ ان شاء الله. زين، بغداد موفق بها. الله يسلمك. فراح تكون حتى اللوجو مالت بيرغدار اولو. زين، يعني هاي دعوه العوافي؟ طبعا اكيد انت اول الناس. زين شيف، اني وكلتني لفه قبل ما ادخل، يعني دمجت بين الدجاج وصلصه الخيار. اني اكلتها زفره ماكو. السبب اريد المشاهد يعرف. السبب شوف، احنا اكو فد موضوع دائما نقول للشيفين، احنا كل شيف لازم يكون عنده اهم شيء اساسا انه يعرف بالبهارات، يكون مختص. انا بفضل الله تعالى يعني اختصيت بالبهار. وشلون قدرت اعرف ان انا حققت نجاح؟ قبل لا تصير الكورونا كنت ابيع، فتحت خط البيع فزادت عندي المبيعات. خاص بيك؟ خاص بي.
فكانوا ياخذون عندي من محافظه النجف، من كربلاء، كانوا ياخذون من عندي. تمام. بس على فجاه من شفت السقف المبيعات وقفت، يعني صعدت وقفت. ليش؟ اذا انا حققت شيء، اذا هذا التيست اللي راح يصير هذا خاص بي. اكو نجاح يعني. بالضبط. فانا بالنسبه لي اليوم كل شيء لازم هو يخبط، راح يزعلون عنها بعض فد نكهه الاخوان. مميزه انا إيه. شفتها شيف يعني طقت قبل التصوير ذوقتها. بالكبده. اكو فد نكهه مميزه، فد الجزر بهارات خلطه مدخل. يعني بالضبط. شوفي بالبهارات. كل ماده لها خواصها، بس تجي شلون تندمج. زين شلون جمعت بين كل هالخلطات هاي شوفي التوابل؟ الكبده الكبده يعني هسه انت راح تاكليها بارده تقريبا، بس ما راح تحسين الفرق، بالعكس راح تصير اطعم اكثر. الكبده عندي بهارات، يعني بهاراتها خاصه بها. شيف رأفت احنا نريد السر يطلع للمشاهد. لا السر ما يطلع. لا شلون ما يطلع؟ انت اولا إحنا بالبهارات. ضيف عندنا بقناه عوافي. ما يخافوا. اسمعني، انا انت اليوم ضيف يمي، فما طول ضيف يمي انا احقك انه انت تطلع لي لا الطعم. تحقني بالطعم. تمام شيف رأفت، احنا نقول سر المهنه الخاص بك هذا. والله تمام. بس الجزر ما حكيت لي عليه بالكبده. الجزر بسكريات، فاقرب السكريات على مود تعطيك مزج حلو بالكبده، لان دائما انت تعرف الكبده تصير بها نوع من المروره. صحيح. او المنج. طغيت عليه بالحلا. بالضبط. بس طغيت حلا. بالضبط. بس طلعت حالات الجزر، لان حالات الجزر يعني كلش مناسبه للطبق هذا كله، اضافه الى البصل تمام. المكرمل. شيف دا اسالك عن البرياني، ما شاء الله شكله شهي. احنا بالبيت صراحه ما نطبخه، دا اشوف شكله غريب، على يا طريقه اعديته؟ هو هذا لو تجين عليه. نعم. بس بالوضع الدارجي يسمون دماجي. زين. رجعنا المطبخ الدماجي. احنا نقول ندمج، او ما نقول نخبط، نقول ندمج. عده تكات. بالضبط. عده تكات. هذا انت ذوقتي او شيف احمد الذواقي، ذوقنا. حسيت بالدجاج؟ الدجاج حسيت بالبيض والدجاج والمكسرات، نعم. وعجبني طريقه التمن، يعني خفيفه جدا حتى أيه. بهاراتها. البهارات بالبرياني متعارف عليه عندنا. شوفي احنا عندنا 18 محافظه، كل محافظه تمتاز باكل. غششني بالبهارات اللي خالها. ما بس دارسين ترى. ما يقبل يغشش احد. حالف اليوم. بس دارسين. بس دارسين؟ هذا بس دارسين. بس انت الدارسين هو لانه عطري. لازم تعرفين كل شيء، يعني لازم طريقه طبخش للتمن شلون تطبخيه على مود تقدرين تاخذين نكهه الدارسين والتمن يعطيك امتدادات الطعام الباقي. فحتى البيض هسه تحسين انه هو ببهار، هو ما ببهار. شيف انا اسمح لي تحكي بعد، ما اقدر خلي اخذ النطر شيء. نعم. يعني شوقتني بعد. شنو هاي الحلا؟ هذا بالعسل. يعني ماكو حموضه حلا؟ اي شوف هذا راح نعطيك الخلطه مالته. راح تعطيها؟ وانا ما انطيتني شيف. هاي قناه عوافي. قناه عوافي. هذا خل عنب ونسبه من الخلط. انا راح اعطيك الخلطه، ما اعطيك النسب. لا انا تعطيني اياها. بس بعدين البصل وطعم الحلا والعسل يعني مطي فد نكهه جدا غريبه. اي هذا ممكن يمشي مع الستيكات. ستيك اللحم ممكن. وهذا اذا سويت له ميكس بالخلاط يعطيك فد الصلصات مالت البرجر يصير فشي ويا البرجر. هاي يستفادون بها جماعه البرجر. هي بالش اسمه يطلع ان شاء الله. البصل استخدم البصل الاحمر على مجرد ما يعزز النكهه واضافه للعسل. شيف بقى سؤال ببالي يدور. تفضلي. شنو مشاريعك المستقبليه ان شاء الله؟ والله احنا قلت لك احنا كمشاريع فريق بغداد، يعني احنا واحد بالمناسبه. كل شخص راح يقدم شيء خلاصه الخبره مالته، واحنا مستمرين بالورش العمل مالتنا ان شاء الله على ضوء هذا الفريق. على ضوء هذا الفريق. يعني طبعا هذا الاسرار ما يعطيها، بس الفريق مالته يحكي بعد التصوير. بعد احنا كفريق احنا ليش نحب انه الناس تنجمع بهذا المود؟ تبادل الخبرات يخليك توصل لاعلى مستوى، فلذلك مثلا اكيد عندنا شيف مصطفى العزاوي، يعني الله يعطيه الصحه والعافيه،
اختص بالبيتزا حاليا كمطبخ ايطالي المكسيكي، فشي يعني لا عندك يوصف. شيف حسين، فشيف حسين يعني حاليا ان شاء الله اللي شفناه. ولذلك احنا خطفناه من عندك بقناه عواف. لا ما حد يقدر يخطف لا، حد فرق خطفناه مرة. من لا عندك. هو بالعكس، هو راح يقدم لنا هذا بالنتيجه. شيء يشرفنا شيف وجودك الله يسلمك، ووجوده الله هو يعزك. شيف رأفت بمقدار، طبعا نورتنا على هالاطباق الله يعزك والاسرار، ويسلمك. واستفادينا بكل معلومه من عندك، الله يسلمك. وشرفت شرف قناه لي. عوافي، واهلا شرف وسهلا لي. الله بك. يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمكم.